المغربي يبدع ويمتع وينجو من فخ المنتخبات العربية والتعثرات التي حدثت لمنتخباتنا العربية. المنتخب المغربي بشخصية رابع كاس العالم يبدأ تصفيات كأس أفريقيا أو نهائيات كأس أفريقيا. المنتخب المغربي كنا حذرنا انت جاي رابع العالم، ما ينفعش تبني اللي انت بتعمله انك رابع العالم وتلعب بتعالي، ولكن النهاردة اثبت المنتخب المغربي انه هو جاي مش هيهزر. انا جاي بلعب شوط اول شوط تاني زي بعض، انا ببتدي وبنتهي زي بعض. المنتخب المغربي وفوز كبير بثلاثية، لم يفز في الادوار او المباريات الاولى لحد الان 3-0 الا السنغال والمغرب، اللي من وجهة نظري ان هم لازم هيبقوا في المربع الذهبي بنسبة كبيرة. ابداع وامتاع من المنتخب المغربي. هنتكلم عن وليد الركراكي ورجال يعني وليد الركراكي والمنتخب المغربي بفوز اول كبير. هنبتدي نتكلم في الفيديو، بس لايك مهم في انتشار الحلقة وشير واللي رأي في الكومنتات، وندعي لاخواتنا في فلسطين وفي اليمن ان ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم. فيلا بينا. في البداية المنتخب المغربي تبص على السكواد، سكواد تقيل بسم الله ما شاء الله، يعني سكواد تقيل يخوف. المنتخب المغربي النهارده بقيادة المدرب وليد الركراكي اللي بيسير على خطى ثابتة. النهارده بيبدأ بونو في حراسة المرمى، سايس وأكرد، سايس ونايف أكرد في خط الدفاع، وأشرف حكيمي والشيبي اللي شخصيا اتفاجئت بمستواه مع المنتخب. ثلاثي في نص الملعب أملاح المرابط، وكان معاهم سفيان المرابط وسليم أملاح، وقدامهم ثلاثي بيتكون من الثالث في نص الملعب أناحي، حكيم زياش والزلزولي، وقدامهم النصيري. بدأ اللقاء بتشكيل هو الأمثل في عدم وجود باك أو باك ليفت للإصابة طبعا. عارفين كلنا يحيى جبران مصاب، ويعني كان النهاردة الشيبي بيلعب الدور ده ولعبه على أكمل وجه. الملفت في أداء المنتخب المغربي انه في الحالة الدفاعية كان بيلعب 4-1-4-1، وكمان في الحالة الدفاعية عامل استرتش للملعب، وفي الحالة الهجومية فارد قوي الملعب، بيلعب بزياش على الخط وبيلعب الناحية التانية بزلزولي على الخط، وقدام بيلعب النصيري. حتى في الدفاع الشيبي وحكيمي فاتحين الملعب قوي وبيضغطوا يعني من بعد نص الملعب بكام متر، وبرضه بيدافعوا سايبين مساحة كبيرة من نص الملعب لخط المرمى، فهم حاصرين اللعب كله في حوالي ممكن تتكلم في 30 متر من الحالة الدفاعية والحالة الهجومية، واللي نجح فيها ومن خلالها انه يشكل خطورة بغرابة. ضيع النصيري اللي بيعمل النهاردة ريكورد، يعني ريكورد بيتكتب باسمه، انه يسجل في 4 نسخ متتالية. بيسجل في 2017 2019 2021 و 2024. بيقدر يجيب بعد كده من ضربة حرة حكيم زياش يشوطها الجون يصدها، رومان سايس يجيب الهدف الأول، ويضيع بعد كده المنتخب المغربي الثاني والثالث بغرابة. فرص كنا نخشى على المنتخب المغربي كما كنا نخشى على المنتخباتنا أو ما حدث مع منتخباتنا العربية. شوط أول كان بيقدمه مصر كويس، كان بيقدمه الجزائر كويس، تونس كانت بتقدمه كويس، ولكن الانهيار بيجي في الشوط الثاني واللياقة بتقل. ولكن المنتخب المغربي فاجئنا انه بينهي بنفس قوة البداية، ولكن الطرد أثر. انت كده تنزانيا فرقة ليست بالقوية. مصر كسباها قبل الكان في ماتش ودي على طول 2-0، ولكن كان 1-0 انطرب منهم لعيب، انهاروا الثاني والثالث، ولكن برضو مفيش خطورة
تذكر للمنتخب التنزاني على المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي ما هرقش، مش مطلوب منه لاعب، لا ضغط وقدر يجيب التاني جون جميل لأناحي، وقدر يجيب يوسف النصيري الهدف الثالث اللي بيخليه انه يسجل في 4 نسخ متتالية. المنتخب المغربي نهى المباراة وضيع كمان فرص. حتى اللعيبة اللي نزلت في الشوط الثاني زي أيوب الكعبي، زي عدلي، زي الخنوس، زي اللعيبة اللي بنتكلم عنها دي، لعبت بطريقة كويسة وأثبتوا، وسفيان بوفال طبعا أثبتوا إن هم لا، أنا عندي دكة زي الأساسيين، عندي بره زي جوه، عندي سكواد قوي. وده بيبشر الجمهور المغربي ان المنتخب المغربي قادر على الذهاب بعيدا في افريقيا. اعترف بها وانا مصري، المنتخب المغربي مرشح من قبل البطولة، ولكن بعد المباراة الاولى يصبح مرشح قوي. المنتخب المغربي لم يركن انه رابع العالم، ولم يلعب بتعالي في المباراة الأولى، والبدايات دايما بتبين حاجات كتير، والبدايات لازم البدايات تبقى كويسة عشان النهايات تبقى كويسة. هنشوف المباريات القادمة. أنا من وجهة نظري المجموعة دي سهلة للمنتخب المغربي بنسبة 99.9، هسيب واحد من 100 في 10 يعني عشان خاطر يعني انا شايف ان المنتخب المغربي هيصعد، خلاص صعد 3 نقاط وقادر انه يكسب المباراتين اللي جايين ويصعد متصدر. ولكن ستبدأ القوة للبطولة هتظهر من الادوار الاقصائية ومن نصف النهائي بالذات. المنتخب المغربي كان وصل البطولة اللي فاتت لنصف النهائي واتغلب من مصر 2-1، ولكن هل يكرر المنتخب المغربي ما فعله؟ ولكن كأس العالم وكابتن وليد الركراكي عامل حالة بالمنتخب المغربي، والمنتخب المغربي لا أخفيك سرا نشوة كأس العالم بين سكواد قوي، ثبات، ولاعيبة بسم الله ما شاء الله، يعني تقدر تقول عليهم وصلوا للنضج. سكواد لم يكن أفضل في 19 وكان في 21 جيد، ولكن النضج في كأس العالم وفي 23 سيكون لهذا الفريق إذا ما أحرز كأس أفريقيا يكتب في التاريخ، لأن المنتخب المغربي ببطولة وحيدة وده ما يرضيش طموح. وصراحة لا أخفيك سرا أن أنا متفاجئ بالأجيال الذهبية للمنتخب المغربي ياخد بطولة وحيدة في أفريقيا. والمذيع جواد بدة كان بيقول مستعصية علينا أفريقيا أو عندنا عقدة من أفريقيا، فحان الوقت لكسر هذه العقدة. الجماهير المغربية تقول لك خلاص وقتها، ده أنا رابع العالم وبادي حلو، وقتها والمنتخبات الصغيرة عملت مع الفرق الكبيرة، فوقتها دي أركز وأثبت وأفوز بالنجمة الثانية، وأنا في عزي دلوقتي الآن وإما فلا. مبروك للجمهور المغربي وللمنتخب المغربي. كده بكون وصلت لنهاية الحلقة. لايك وشير ولايك في الكومنتات، ودمتم في أمان الله. السلام.